باقين وياكم احبتي المشاهدين ايضا تغطيه زياره الامام موسى بن جعفر، ونلتقي ايضا مع احد اصحاب المواكب. حياك الله. حياك الله. اسم بالخير. أنا عدنان أبو كيان. اهلا وسهلا بك. يعني تقريبا هي بدت المواكب ورا السقوط. زين. تقريبا بدت ورا سنتين هيك بدت الطرق قامت تتنظم مواكب وهاي الامور، واحنا بدينا بها ان شاء الله مستمرين عليها. يعني صار لك كم سنه على الموضوع؟ يعني تقريبا اذا نقدر نقول مثلا من 2008 9. زين. هنا تشاركون بس بزياره الامام موسى بن جعفر لو بغير اماكن بكربلاء بالنجف لو غير عندنا بكربلاء. نعم كربلاء عندنا. زين، شنو الشيء اللي تقدموه للزائرين؟ والله نقدم هالقاسم الله، يعني عندنا مثلا هنا مثلا دا يشتغل اخونا قاص وحلويات عندنا. زين. بعد غير امور مثلا ماي. زين. هاي التهيئة هاي الامور وتهيئة هاي المصاريف شلون تتم يعني جمعها تبرع اصدقاء معارف؟ لا والله هي احنا يعني بركات، هذا بركات الائمه واهل البيت ان شاء الله. وهو هذا تقريبا نقدر نقول مثلا الله سبحانه وتعالى هو يعني تنطي اكيد مبارك فيك، مبارك بالرزق والحمد لله اشكره. يعني هاي يمكن اني اصغر اخوتي، يعني اقل من اخوتي. زين. عندي اخوي الاكبر من عندي، وعندي اخ ابراهيم استشهد، هو من المؤسسين. الله هو يعني هو يعني هو المؤسس تقريبا 90% هو. الله يرحمه. والحمد لله اشكره، وهو مستمرين عليه، هو شهيد. الله يرحمه. هذا ابنه. نعم. ابنه الحمد لله اشكره سدي يخدم ويانا. موفق ان شاء الله. كان طفل صغير وهسه الحمد لله اشكر كبر يخدم، وهذا والده. زين. انتم صار لكم كم يوم هسه هنا؟ يعني من بدات الزياره اليوم الرابع الخامس؟ احنا صارنا تقريبا 4 ايام نصبنا الخيمه، بس من البارحه بدينا. زين. من البارحه بدينا. بديتوا بالتوزيع؟ اي بدينا من البارحه بالشغل. كلمه تقدمها للزائرين؟ والله ان شاء الله ادعي من رب العالمين يحفظهم. زين. ويوصلهم بسلامه لبيوتهم، يدون الزياره ويرجعون بكل سلاسه. ان شاء الله احنا همينه نقدر علينا نقدمه. مباركين ان شاء الله. ونريد من عندهم هم يلتزمون. اكيد. ويا القوات الامنيه ويا الطرق يسوون مثلا ازدحامات لو فشي لو هذا، يخلي واحد يسلس علق على مود تصير سهله. نعم. وتعبر سلامات ان شاء الله. ان شاء الله. الله يبارك. شكرا لك. فدوى عمرك. باقين وياكم احبتي المشاهدين، ونلتقي ايضا مع احد اصحاب العاملين بالموكب. السلام عليكم. عليكم ورحمه الله وبركاته. شلون الصحه؟ شلونك يا حبيبي؟ مباركين وماجورين ان شاء الله. لنا ولكم الاجر، ندعو الله القبول سبحانه وتعالى. كلمه تحب تقدمها للزائرين؟ والله احنا الله موفق، انعم عليهم بالنعم. نعم. بانهم نقدم خدمه زوار باب الحوائج سلام الله عليه. نعم. فاحنا نسال الله القبول قبل كل شيء. ننويكم ان شاء الله، وندعو من الله سبحانه وتعالى ان يتقبل من الزوار، لان هذول هم اصحاب جهد واتركوا اعمالهم وها في سبيل يحيون هاي الشعيره ان شاء الله. ذكر استشهاد امام موسى بن جعفر سلام الله عليه. هاي كل سنه تجددون الخدمه؟ من فضل الله سبحانه وتعالى، هاي صار اكثر من 10 سنوات. احنا هنا احنا عائله واحده يعني هنا. نعم. هنا اخواني الكبار، انا يمكن انا الصغير مالهم، اصغرهم اني. اي فهنا الله يحفظهم ان شاء الله جميعا، لان احنا متكاتفين، وهم لو ما هذا التكاتف والتعاون ما يصير هذا. احنا الخدمه نقدم مستمره بالنسبه للزائر، ان شاء الله. غدا عشاء خدمه كامله. يعني قصدك انه انتم تقدمون 3 وجبات مستمره؟ من فضل الله سبحانه وتعالى. عندنا هنا مجموعه، هنا وجبه عشاء هنا كامله عندنا. زين. وعندنا هنا بالمكان الثاني ريوق وغدا ان شاء الله. اي من فضل الله سبحانه زين. وتعالى. الزائرين الحاضرين اليوم هنا بمناسبه الزياره، اعدادها تشوفها انه العام او سنه على سنه تشوفها بتزايد؟ طبعا تزايد، مو تزايد تدريجي، لا تزايد نسبي، يعني تحس به نسبه بالضبط. يعني تحس الزياره قبل كذا سنه كانت الزياره هنا ببغداد تبدي. نعم. قبل تقريبا يومين تحضر لها شيء. هالسنه قبل 4 ايام 4 ايام او 5 وتحس ضغط زائر، يعني ضغط زوار بحيث الشوارع بالضبط مستمره بنفس العدد والكثافه. ونتامل باكر الخميس ان شاء الله يكون العدد مضاعف بعد ان شاء الله من فضل الله سبحانه وتعالى. مباركين وان شاء الله ندعو من الله القبول. شكرا جزيلا. انا اشكرك يا مرحبا، اهلا وسهلا.